من حوالي 2000 سنه ملك من الملوك قال هو انا ليه اخلي ابني يشوف اللي انا شفته؟ زي ما كل اب كده بيحلم ان ابنه يعيش حياه افضل من اللي هو عاش، كلنا بيحلم يقدم لابنه اللي ما قدرش يحصل عليه. ليه الواد يعاني زي ما انا عانيت كده؟ ليه يشوف المرض ويشوف الفقر ويشوف التعب اللي انا شفته؟ ما ندلع الواد كده ونعيشه عيش الدلع كده، ايه اللي هيحصل يعني؟ حياه كده خاليه من اي منغصات، كل طلباته مجابه من قبل اصلا ما يطلب الطلب. انا بالنسبه له هكون مصباح علاء الدين، شبيك لبيك، كل حاجه بين ايديه. وفعلا الولد ده يكبر ويترعرع داخل اسوار القصر بدون ما يعرف ايه اللي بيحصل بره الاسوار دي، عايش حياه بشكل واحد بس، في غنى لكن مفيش فقر، في طرف وفي دلع لكن مفيش معاناه، مفيش حاجه ليها ضد عنده، الحياه شكل واحد عنده. لكن الواد كده يقعد مع نفسه ويقول هو ايه الملل اللي انا عايشه ده؟ وهل تطيب الحياه وتحلو بدون معاناه؟ حد كده يجيب لك اكتئاب يعني، اللي بيقول له خد اتفضل اتدلع ويقول له لا يا عم شكرا انا عايز معاناه. حد كده بيدور على بؤس يعني الحاج بيقول لك خد اتدلع يا ابني وعيش، وانت تقول له لا يا حاج انا عايز معاناه. انت عيل قفيل قوي الصراحه. لذلك ايها الساده المواطنون، وفي ظل تلك الظروف المدلعه، اخر حاجه قررت ان اخرج بره اسوار هذا القصر لاواجه تلك الحياه الموحشه خلف هذه الاسوار. فما الذي حدث بعد ان خرج مغردا خارج هذه الاسوار؟ لذا قم واتي بفنجان قهوتك اللذيذ وانتظرني فانا حتما قادم بعد برهه. يعني استناني انا راجع بعد ثواني يعني، بس باللغه العربيه بقى، ثواني وراجع. مش ملاحظين حاجه غريبه كده يا جماعه؟ لا يعني مفيش حد فيكم كده ملاحظ حاجه غريبه كده؟ التيشيرت الجديد بتاعي على فكره انا مش معايا فلوس دلوقتي يعني، والله انا جايبه من زمان بس قلت اجيبها لكم دلوقتي عشان خاطر ما حدش يقول معيش فلوس. لا انا معايا فلوس، كان معايا فلوس، دلوقتي معيش فلوس بس كان معايا فلوس، فانا كنت غني في يوم من الايام يعني. يلا نبدا حلقتنا بقى. بعد ما خرج الشاب ده خارج الاسوار ابتدى يواجه الحياه بحلوها ومرها. عاش عيشه الفقر لدرجه انه ما كانش يلاقي لقمه ياكلها، عايش عيشه المتشرد اللي مالوش بيت يسكنه، عيشه المريض اللي مش لاقي حتى حق الدواء. ابتدى يشوف الخير والشر من الناس، واحد يحسن اليه وواحد تاني يديله على دماغه، وما بين ده وده الحياه كده. في النهايه كده يقعد تحت شجره ويسال نفسه هي انا حياه فيهم اللي كانت افضل؟ حياه الطرف والدلع اللي انا كنت عايشها، ولا حياه المتشردين كده والفقراء والمعاناه اللي انا بعيشها دلوقتي؟ انهي فيهم صح؟ وتكون الاجابه ان الاثنين غلط، الاثنين مش صح. فلا معنى للحياه بدون وجود تناقض للاشياء. لازم نشوف التعاسه عشان نقدر نحس بالسعاده، لازم نشوف الفقر عشان نشعر بالغنى، لازم نشوف التعب عشان نشعر بالراحه. وهي دي سنه الحياه. كلنا بنحلم بحياه خاليه من المنغصات، حياه خاليه من المشاكل، حياه كده نعيشها بسلاسه او سلاسه ونص يعني، المهم ما يكونش في مشاكل. لكن الخبر المحزن يا صديقي واللي احب اقوله لك ان المشاكل كده كده هتفضل موجوده، يا اما مشاكل كده تتغير ويجي لك بدلها كده مشاكل جديده كده فريش، او مثلا تروح لليفل الوحش في المشاكل. زمان مثلا كانت اكبر مشاكلك ان اللعبه بتاعتك تتكسر، بعدها تملى الدنيا زعيق وصراخ. دلوقتي مثلا كبرت اهو ما شاء الله وكلك بتتكسر ومحدش بيسمع لك صوت. لا انا مش عايزك تعيط كده، امسك نفسك كده عشان نعرف نكمل حلقه. في ايه وانا جيت على الجرح يعني؟ لكن خليني اقول لك برضو ان المشاكل دي مهمه جدا، هي اللي بتخليك كده تتطور وتبقى افضل. تخيل كده الطفل الصغير كم مره بيحاول يمشي وكل مره يقع ويعيط والوقعه تألمه جدا، ومع ذلك برضه مصر انه يكمل وبيفضل يحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما ينجح وفعلا يمشي. الطفل ده نجح يمشي لسببين مهمين جدا. اولا انه ما خافش من الالم اللي هيحصل من الوقعه اللي هيقع، ثاني حاجه انه ما كانش عنده شك انه اكيد هينجح ويمشي. مشكلتنا كده ان احنا دايما فاكرين ان احنا لازم ننجح من اول مره، يعني عملت مشروع فانت متوقع ان المشروع ده لازم ينجح من اول مره ولا يبقى مشروع فاشل، مع ان اصلا نسبه بسيطه جدا من المشاريع اللي بتنجح ونسبه ابسط وابسط واقل واقل بتنجح من اول مره. اغلب الناس اللي نجحوا كان عندهم كواليس معاناه كتير جدا في حياتهم، بس انت اللي شفته كانت الصوره النهائيه، البرواز الاخير هو وطالع يستلم الجايزه، ما شفتش المعاناه اللي كانت في الكواليس. الخوف من الفشل مكتسب، يعني ما فيش حد فينا اتولد بيخاف، كان عندنا خوف واحد بس اللي هو السقوط من الاماكن المرتفعه بس كده، وبعد كده بنبتدي نكتسب انواع الخوف الثاني. خايف مثلا تفشل في المشروع بتاعك عشان خاطر العواقب، وبدل ما تركب المرسيدس الجميله دي تركب المرسيدس الحلوه دي. او الخوف مثلا من كلام الناس، انا لو ما جبتش مجموع زي ابن خالتي ده انا امي هتعملني بسطرمه حرفيا. منك لله يا حسين، فاكر نفسك دي طول راح تجيب 99%؟ في حد بيجيب المجموع ده؟ صعبتها عليا منك لله. وما تقولش انا متميز فكان لازم والله ان انا انجح من اول مره. لا يا حبيبي، كل الناس اللي على الكوكب دول زيك زيهم، كلهم عندهم نفس اللي عندك، لكن لما تعمل حاجه كده متميزه وعليها القيمه هنقول عليك والله متميز ونديك يا عم وسام التميز. لان ببساطه احساسك بالتميز هخليك متوقع من الحياه ومن الناس اللي حواليك انهم يعاملوك معامله متميزه، معامله خاصه كده، ما انت شخص متميز تستحق معامله خاصه، ولو ما حصلتش وتوقعك خاب هتحس باحباط رهيب جدا. فبرضه لا تفكر نفسك متميز ولا برضه تفكر نفسك مالكش لازمه، لان انت اكيد ليك لازمه، ودور جواك هتلاقي اكيد حاجه مهمه، حاجه كويسه تقدر تقدمها. واجه نفسك دايما بالحقيقه واوعى تضحك على نفسك، وخليك فاكر ان المعاناه هتكون موجوده دايما في اي حاله هتكون موجود عليه، لان ببساطه المعاناه دي هي الدافع الحقيقي اللي بيخليك تتغير للافضل. يعني معلش انت لو فقير ده بيبقى دافع عشان تبقى غني، لو انت صحتك على قدها ده دافع ان تلعب رياضه وتبقى صحتك افضل، وزي ما بيقولوا بالانجليزي نو بين نو جين. لذلك قبل
قبل ما تحط الهدف بتاعك لازم تحط المعاناه المصحوبه مع الهدف ده. هل انت هتقدر تتحمل المعاناه المصاحبه للهدف ده، ولا انت داخل عشان توصل للهدف بتاعك بدون ما تعمل اي معاناه؟ لكن لو فعلا قدرت تتحمل المعاناه دي وتتغلب عليها اكيد هتوصل لهدفك. وزي ما قال فيكتور هوجو: ثمة شيء اكثر فظاعه من جحيم المعاناه، انه يا صديقي جحيم الملل، انك تقعد من غير ما تعمل ولا اي حاجه. هتقولي طب ما انا ممكن فعلا اقرر ان انا اعمل حاجه وافشل فيها، طب ما انا اقعد من غير ما اعمل حاجه، مش هيبقى افضل برضه؟ لا طبعا مش هيبقى افضل، لانك ببساطه لو ما عملتش حاجه هيجي وقت بعد كده تبقى فاشل وندمان. مش فاشل بس، لكن لو عملت حاجه هتبقى فاشل بس وتقول والله انا عملت اللي اقدر عليه، وان شاء الله اكيد ربنا مش هيضيع تعبك يعني. وخليك فاكر انك لما بتختار هدف كمان انت بتختار المشاكل المصاحبه للهدف ده. لذلك دايما انت في حاله اختيار في كل حاجه في حياتك، وقرارك هو المسؤوليه، لان الاختيار ده مسؤوليه كبيره جدا. لذلك لو قررت تختار بين الكوانتيتي اللي هي الكميه وبين الكواليتي اللي هي الجوده، لا اختار الجوده. اعمل حاجه واحده بس تقدر تعملها بصوره كويسه وتقدمها بصوره كويسه، هيكون افضل مما تعمل حاجات كتير وتشتت نفسك وفي الاخر ولا حاجه فيهم كويسه او كلهم نص ونص. ما توزعش جهدك على حاجات كتير جدا، لانك في النهايه هتفشل فيهم كلهم. فخليك شاطر كده وافشل في حاجه واحده بس. اغلب الناس فاكره ان كل ما الاختيارات اللي قدامك تكون كتير كل ما دي حاجه تبقى كويسه جدا، خيارات اكتر تساوي فرص اكتر تساوي نتائج اكتر، وده اللي احنا كنا فاكرين. لكن اصلا انك تكون موجود في حاله اختيار لحاجه من ضمن حاجات كتير جدا ده بيخليك في حاله ضغط نفسي كبير جدا، واللي يعمل لك حاجه اسمها الفومو، واللي بنسميها الفير اوف ميسنج اوت، يعني خايف ان يفوتك حاجه كويسه، خايف تختار حاجه فيكون اختيارك غلط فتفوتك حاجه كانت افضل او فرصه كانت افضل، لان زي ما احنا عارفين الفرصه ما بتجيش غير مره واحده في الاسبوع، فلازم احافظ على الفرصه دي. تاني حاجه، كل ما زادت الاختيارات اللي قدامك كل ما زادت فرصك في اختيارات خاطئه. يعني مثلا عندك خيارين، نسبه انك تختار اختيار خاطئ 50%، لكن لو عندك 4 اختيارات نسبه انك تختار اختيار خاطئ 75%. فبالتالي كل ما تزيد الفرص بتاعه الاختيارات قدامك كل ما فرص انك تاخد حاجه غلط بتزيد. ثالث حاجه عدم الرضا. انا لو اخترت الجاكيت اللي كان جنبه والله كان افضل، طب انا ليه بس ما كان في اكتر من، انا ليه اخترت؟ يا لما يكون قدامك اختيارات كتير فانت محتار، تدخل كده المحل بقى محتار وتحير الراجل الموجود معاك، يا عم اعرض حاجه واحده بس وريحني. او مثلا عملت الفرح بتاعك يا سيدي وبصيت لقيت ان كل اصحاب العروسه طالعين بيرقصوا معاها على المسرح، وانا ايه بس ايه التسرع اللي انا فيه ده؟ كنت استنيت لما شفت اصحابها كلهم وبعدين اخد القرار. حاجه استغفر الله العظيم. يعني منك لا يا عمتي؟ بتقول حاجه حبيبي؟ لا يا عمتي والله عمري فكرت اقول حاجه، لا الحمد لله تمام زي الفل زي الفل والله مبسوط وراضي وزي الفل. رابع حاجه انك هتضيع وقت كتير جدا، لان في اختيارات كتير قدامك وكل اختيار فيهم محتاج تحليل ودراسه. لذلك مثلا تلاقي واحد زي ستيف جوبز او القرموطي مثلا دايما كده لابسين نفس الطقم، بيحاول دايما يحافظ على وقته ويقلل دايما الحاجات اللي محتاج فيها ياخد قرار، مش عايز اليوم بتاعه يضيع في قرارات ملهاش لازمه، لدرجه انك تلاقيه مثلا جايب 5 6 اطقم نفس الشكل هم نفس اللي بيلبسهم كل يوم. ما بيجيش يوم كده مثلا ويقف قدام الدولاب حيرة كل يوم اختار ايه. طبعا انا وانت ما عندناش غير طقم واحد يعني، فالحمد لله ما عندناش الاوبشن ده خلاص يعني. الحيرة انا جبت تيشيرت تاني اعمل له فرح النهارده، فما عندناش الخيار ده خلاص يعني الحمد لله. وبعد ما تختار الاختيار بتاعك ما تحطش على الاختيار ده توقعات مبالغ فيها، لان ببساطه هيحصل لك احباط كبير جدا لو النتائج ما كانتش زي ما انت عايز. ولو اخدت قرار انك تختار حاجه معينه بعد دراسه وتحليل للاختيار ده، اغلب الدراسات بتقول لك ان ده غالبا الاختيار الصح. لذلك في الامتحان كده مثلا خلاص والله خلصت كده وناوي تراجع كده، فمعلش في وقت المراجعه ده حاجه مختارها سيبها مختارها، لان غالبا لما انت هتغير الاختيار بتاعك هيطلع غلط، فاختار اول حاجه تيجي في دماغك او سيب الاختيار زي ما هو، مش عايزين نضيع درجات تاني. في النهايه السعاده قرار، فحاول تستمتع بالرحله وانت رايح لهدفك. ما تستناش لما تحقق الهدف بتاعك عشان تبقى مبسوط وسعيد، لانك يستحيل كده هتبقى مبسوط وسعيد. كل ما يخلص هدف عايز تروح لهدف تاني عشان تبقى مبسوط، لانك ببساطه يستحيل ما تعانيش في الحياه بتاعتنا غير في حاله واحده بس، انك الله يرحمك ما بقتش معاه. المعاناه موجوده على طول.